انا ما عنديش مهاره، اعرف ازاي ان انا عندي مهاره، او ازاي اقدر ان انا اكتسب مهاره واقدر ان انا اعدلها واقدر ان انا ازودها بحيث انها تساعدني ان هي تجيب لي دخل. انا حسام، وانت النهارده هتشوف فيديو ازاي تتعلم مهاره جديده وازاي تعرف ان انت عندك مهاره. يلا بينا. في البدايه كده يا صاحبي، انا عايزك ان انت تعمل لك مشروب دافي كده، عشان ايه؟ احنا قعدتنا مطوله شويه. بص بقى، ازاي تعرف ان انت عندك مهاره؟ خلينا متفقين ان مفيش حد في الدنيا دي ما عندوش مهاره، بس في حد اكتشف المهاره دي بدري وفي حد لسه ما يعرفش المهاره دي. فانت محظوظ قوي لو انت بتتفرج عليا وانت من الكليه، فانت محظوظ قوي. فكره ان انت من فكره ان انت في الكليه وعندك 4 سنين او 5 سنين انت بتدرس فيهم. الفتره ديت عايزك بص تتشقلب فيها. استغل الفتره دي كويس جدا جدا، لان الفتره دي اكتر فتره انت مش ملزم بيها بحاجه، بس اللي انت ملزم بيه اكتر تقديرك، نجاحك. هو نجاحك، حتى ما حدش بيبص على تقديرك مش زي ثانوي. نجاحك ان انت تنجح في الكليه دي وتخلص ال4 سنين او ال5 سنين. فالمفروض ما تخلصش فتره الكليه دي وانت ما هو بس الا اللي انت اتعلمت الماتيريال بتاع الكليه. ماشي، ده شيء كويس، ولكن الاهم ان انت تكون اتعلمت حاجه لنفسك، حاجه هتستخدمها بعدين. اتعلم يا عم اي حاجه، اتعلم التصوير، اتعلم الايديت، اتعلم اي حاجه. الحاجات كتير، الترجمه، في حاجات كتير قوي على النت. ممكن نبقى نعمل فيديو ايه اهم الحاجات اللي انت المفروض تتعلمها في سنه 2023، ونبقى نرشح لكم شويه مصادر كده هتفيدكم ان شاء الله. لو حابين اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وافضل طريقه ان انت تتعلم بيها المهاره ديت هي تراي ان ايرور، اللي انت تتعلم وتغلط. صدقني انت مش هتتعلم غير لما تغلط، لازم تغلط، لازم تفضل تدور لحد ما تتعلم الحاجه المعينه دي. احسن حاجه تتعلم منها اليوتيوب. اليوتيوب مدرسه، حقيقي مدرسه، عليه اي حاجه انت عايزها هتلاقيها عليه. فاسعى ودور وجرب واغلط، وما تخافش من الناس اللي حواليك اللي هي مثلا تكون بتتريق عليك او حاجه. سيبهم يتريقوا عادي، الناس ما بتبطلش تريقه، سواء انت نجحت او ما نجحتش بتفضل تتريق. فانت خليك شغال عادي وما تيأس من حاجه. تمام. اهم حاجه شوف انت بتحب ايه وحاول تعمله. يعني كان في ممدوح نصر الله اكبر مثال، انا بحبه جدا جدا. اي نعم انا ماليش في الكوره، بس انا بحب ممدوح نصر الله جدا، خاصه لما سمعت الحلقه بتاعته مع احمد ابو زيد، اللي هو ما كان بيفتح فيس كتير وما كانش لاقي. قال لك انا ما بستفادش من الفيس ده، فبدا اللي هو يصور بالتليفون بتاعه زي ما انا بصور بالتليفون بتاعي كده. وواحده واحده بدات الدنيا معاه تكون الى حد ما احسن شويه. فانت ابدا ودور، صدقني واحده واحده هتلاقي نفسك بتتطور، واحده واحده هتلاقي نفسك بتعرف طول جديده في البرنامج اللي انت بتستخدمه ده انت ما كنتش تعرفها، هتسهل عليك شويه. واسال الناس اللي هي اكتر منك خبره، ده مش عيب. اللي انت لما تسال حد ده مش عيب. وما تقولش يا انا قدامي سنين عبال ما اتعلم، يا ده انا قدامي 3 سنين، قدام 4 سنين. انت قدامك 3 4 سنين عبال ما توصل لمستوى احترافي تقدر اللي انت تطلع منه دخل. بس هل ال4 سنين دول هيقفوا لو انت ما اتعلمتش؟ بس هيعدوا. بس بقى يعدوا وانت متعلم حاجه، ولا يعدوا وانت واقف في مكانك كده ما اتعلمتش اي حاجه؟ الناس كلها عماله تطلع وانت واقف في مكانك. خوفك ده هو اللي موقفك دلوقتي. بطل خوف وبطل جبن وقوم اتحرك يا عم. قوم اتحرك واغلط، ما فيش مانع ان انت تغلط، احنا اغلط وجرب. تمام. بس عايز اشكر تمام. انا بس عايز اشكر، معلش عشان السين والشين فيهم لخبطه قوي معايا. انا بس عايز اشكر الناس اللي هي بتعمل لايك على الفيديوهات واللي بتعمل سبسكرايب، وشكرا لكل الناس اللي جت جديده. لو انت لسه اول مره تشوفني، انا حسام وبنزل هنا الكونتنت عن اي حاجه انا بعملها، اي حاجه جديده انا اتعلمتها. لو مهتم ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب، واهم حاجه تفعل زر الاشعارات عشان يجي لك نوتيفيكيشن اول ما انزل اي فيديو جديد. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. سلام.